في شركات مبيعاتها بالملايين لكنها اقرب للافلاس من مشروع صغير جدا، وفي شركات مبيعاتها اقل لكنها اقوى ماليا واقدر على البقاء. طيب ليه؟ لان الشركات الناجحه مش بتنبهر بالمبيعات، بتنبهر بالسيطره. اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب البيزنس. النهارده حلقه مختلفه هنشوف فيها حالات واقعيه قابلناها فعلا في استشارات، وازاي قدرنا ان احنا نساعد اصحاب المشاريع دي. يلا بينا. اكبر وهم في البيزنس ان المبيعات العاليه معناها نجاح، وده سبب ان ناس كتير شكلها ناجح من بره لكن من جوه بتخسر. النهارده هنتكلم عن ازاي الشركات الناجحه بتفكر في الفلوس. كان في شركه توزيع ادوات كهربائيه مبيعاتها الشهريه 4 مليون جنيه. اي شخص يشوف الرقم يفتكر انها شركه قويه جدا، لكن الحقيقه الشركه كانت مخنوقه. المبيعات كانت 4 مليون جنيه وهامش الربح 10%، يعني مجمل الربح كان 400,000. شكلها ممتاز صح؟ المشكلة هنا ما كانتش في الربح، المشكلة كانت في السيولة. الشركة كانت بتبيع للعملاء آجل 120 يوم وبتحاسب للموردين كاش، يعني الشركة بتدفع وبتحصل أموالها بعد 4 شهور. وهنا بدأت الأزمة، المبيعات بتزيد والطلبات بتزيد واحتياج المخزون بيزيد، على العكس الكاش بيقل، لحد لما وصلوا لمرحلة اللي المرتبات متأخرة والشيكات مضغوطة وفي ضغط بنكي وتوتر داخلي. كل ده رغم ان الشركة على الورق مربحة. أهم درس لازم نتعلمه هنا ان الربح مش بيساوي السيولة، والشركة ممكن تموت وهي بتكسب. تعالوا نحسبها مع بعض. لو الشركة باعت ب 4 مليون جنيه لكن التحصيل بعد 120 يوم، يعني فعليا محتاجة تمول 4 شهور تشغيل، يعني تقريبا 16 مليون علشان تكمل النمو فقط. الشركات الناجحة بقى بتفكر ازاي؟ هي مش بتسأل الربح اللي جاي كام، بل بتسأل ايه هي دورة التحصيل ودورة المخزون وسرعة دوران الكاش عاملة ازاي. طيب نصحناهم بايه؟ اول حاجة يتفاوضوا مع الموردين، بدل الكاش يخلوها على 30 او 60 يوم. تاني حاجة يقللوا المخزون البطيء. تالت حاجة يوقف النمو اللي بيأذيه. ورابع حاجة لازم يشدد على التحصيل. وبعد 8 شهور السيولة استقرت والضغط انخفض، وطبعا الشركة بقت أقوى. بعض الشركات بتموت من النجاح. طب ليه؟ لأن النمو بياكل الكاش أو السيولة أسرع من الربح. الشركات الصغيرة بتجري ورا المبيعات، لكن الشركات الناجحة بتحمي السيولة بتاعتها. كان في كافيه صاحبه مقتنع جدا إنه ناجح. طيب ليه؟ لأن الدنيا كانت زحمة، المبيعات كانت 500,000 جنيه والتكاليف 470,000، يعني مجمل الربح 30,000. صاحب المشروع بيقول الحمد لله احنا شغالين كويس، لكن الحقيقة المشروع هش جدا. لو المبيعات نزلت بس 6%، يعني من 500,000 ل 470,000، الربح هيختفي تمام، ولو نزلت اكتر هتبقى خساره. وهنا يجي الفرق بين الشركات الصغيره اللي بتسال احنا بنكسب قد ايه، والشركات الناجحه اللي بتسال احنا نقدر نفضل وقت قد ايه. تعالوا نتصور مع بعض كذا اختبار ضغط يحصل للمشروع ده. اول حاجه، لو الايجار زاد ولو الخامات ارتفعت والشغل في الموسم كان ضعيف والكهرباء مثلا زادت والمنافس مثلا جه فتح جنبك، كل ده المشروع ما كانش مستعد لولا واحد فيهم. المشكله الاخطر ان صاحب المشروع كان شايف زحمه واوردرات وحركه، وما كانش شايف ان في هشاشه وضغط وحساسيه في المشروع، بحيث لو السوق اهتز او المبيعات نزلت او التكاليف ارتفعت الشركه تفضل واقفه ما تقعش. طيب نصحناهم بايه؟ اول حاجه يرفعوا متوسط الاوردر. تاني حاجه يحذفوا المنتجات اللي هامش ربحها ضعيف. ثالث حاجه يخفضوا الهالك بتاعهم. رابع حاجه يعيدوا تسعير بعض الاصناف. مجمل الربح تحول من 30,000 ل 95,000 بدون ما نزود المبيعات بطريقه جنونيه. المشروع اللي مش قادر يتحمل الصدمات ده مش مشروع ناجح، للأسف هو لسه ما واجهش اختبار حقيقي. الشركات الصغيرة بتنبهر بالحجم، لكن الشركات الناجحة بتبني قدرة على التحمل تخليها تعيش لسنين قدام. كان في براند ملابس عنده أكثر من 50 موديل، وصاحب المشروع كان فرحان قوي بالتنوع ده وبيقول احنا عندنا كل حاجة، لكن في الحقيقة التنوع ده هو اللي كان موقفه. وبعد تحليل المبيعات لقينا الكارثة، 10 موديلات بس اللي بتجيب 78% من الأرباح. طب الباقي فين؟ مخزون راكد، مقاسات باقية، وكاش محبوس. الصدمة هنا كانت ان بعض المنتجات بتبيع فعلا لكن الربح كان قليل جدا، وبعضها بيستهلك مجهود كبير وبدون عائد حقيقي. وهنا الغلطة اللي بتغلط فيها كتير من الشركات الصغيرة، طالما المنتج بيبيع يبقى خليه. لكن الشركات الناجحة بتفكر بطريقة تانية خالص. اول حاجة، هل يستحق المساحة اللي انا اعطيها له اصلا؟ هل يستحق مجهود الفريق اللي مبذول عليه؟ هل يستحق اللي يتصرف عليه التسويق اصلا؟ والكارثة هنا ان المخزون او البضاعة الراكدة بيمنعك انك تشتري منتجات اقوى، وبيضغط عليك في الكاش وبيضغط عليك في التشغيل كمان. يعني ببساطة المنتج الضعيف بيمنع نمو الشركة. نصحناهم بطريقة تفكير مختلفة شوية.
اول حاجه هنحذف 25 موديل من الموديلات اللي موجوده عندهم. اول ما صاحب المشروع سمع الجمله دي كان خايف جدا، شكل البراند هيضعف ولا ايه؟ لكن المفاجاه هنا كان الدوران بقى اسرع، والكاش بقى افضل، والمبيعات زادت فعلا، والربح بقى اعلى. نتعلم هنا ايه؟ مش كل منتج بيبيع يستحق انه يفضل موجود عندي. الشركات الناجحه بتحب التركيز، السرعه، الوضوح، وعلشان كده احنا بننصح لو هتختار منتجات اختار 10 بدل 100 وتشتت نفسك فيهم. بعض الشركات مش بتخسر بسبب ضعف البيع، لكن بسبب ان مفيش نظام اصلا وفي فوضى. الشركات الناجحه مش بتفكر احنا بعنا بكام، لكن بتفكر في الكاش والقدره على التحمل والكفاءه والسيطره. وده الفرق بين شركه شكلها كبير وشركه قادره تعيش. لو عندك مشروع، ايه اخطر مشكله ماليه بتحس بيها ان مشروعك مضغوط دلوقتي؟ السيوله ولا التسعير ولا المخزون ولا المصاريف الثابته؟ هستنى اجابتكم في التعليقات. ولو انت وصلت معانا لحد هنا في مفاجأة ليك. طبعا اتكلمنا قبل كده عن الكوميونتي بتاع ملعب البيزنس ديسيشن روم، وفي الكوميونتي دي عاملين لك مفاجأة غير المرة دي. كتير مننا نفسه يكون رائد أعمال أو صاحب مشروع خاص بيه ويسيب الوظيفة بتاعته، لكن في سؤال مهم هنا: هل أنت جاهز أصلا للخطوة دي ولا لأ؟ طيب تعرف ازاي؟ احنا مجهزين لك زي تمبلت او نموذج تقدر تعرف بيه، عباره عن سكور كارد، مجموعه اسئله انت بتجاوب عليها وبتكتب ارقام معينه، ومجموع الارقام في الاخر بيطلع لك رقم معين. لو الرقم ده طلع اللي هو اكسبتد او مقبول، توكل على الله وابدا مشروعك. لو طلع ان اكسبتد او مش مقبول لا قدر الله، شوف الاخطاء او نقاط الضعف اللي انت وقعت فيها وابدا اشتغل عليها، ووقت من الاوقات هتحقق حلمك ان شاء الله. لينك المجتمع او الكوميونتي هسيبه لك في اول كومنت. وكالعاده لو استفدت من الحلقه ما تنساش تشاركها مع حد انت شايف اللي هو محتاج المعلومات دي، وما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب، واستنونا في حلقات جايه ان شاء الله. انا الدكتور احمد ابو معاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح. اشوفكم على خير.